اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. صلوا على النبي يا جماعة. بصوا بقى، أنا عارفة إن الصوت بيرن، مش عارفة هو الصوت بيرن ولا أنا بيستهيألي. عايزة أقول لكم الفيديو ده هيكون ممتع وحلو قوي ليكم. طبعا يا جماعة أنا دلوقتي جايبة بتاع الستاير علشان يقيس لي الستاير اللي في البلكونة والستاير اللي في الشقة كلها عموما يعني. دي اول حاجه. تاني حاجه جبت كمان السباك، بس مش السباك اللي هو بيعمل لي الشقه، لا سباك تاني تبع عمو مصطفى، اللي هو بيعمل لي المطبخ الالمونتال. هيشوف لي حل للموضوع، فكملوا معايا الفيديو للاخر وان شاء الله الفيديو هيعجبكم. زي ما انتم سامعين كده، سامعين صوت الشنيور. انا دلوقتي قاعده بمنتج الفيديو وصوت الشنيور بره طبعا بيكسر لي الحته اللي انتم شايفينها قدامكم دي. المهم كملوا معايا الفيديو للاخر، وعايزه بقى لايكات كتير على الفيديو ده. عايزه اقول لكم ربنا يا رب يكبر بخاطركم ويستركم ويخليكم ليا ولا يحرمني منكم ابدا. طبعا الفيديو اللي فات لما قلت لكم يا جماعه انا تعبت جدا في الفيديو بتاع الروتين، حطوا لي لايكات كتير. بصراحه انتوا ما استخسرتوش فيا اللايكات بصوا، هو قال الفيديو ما كملش ال 15000 لايك، بس كتر الف خير وصلتوني اللايكات حلوه، فطبعا انا بشكركم. هنا بقى يا جماعه بقول لكم، انا قلت لعمو مصطفى كمان حطوا لي بقى اللايك، حطوا اللايك كده وصلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. واللي مش مشترك في القناه ينزل يشترك ويعمل علامه الكل عشان يوصلوا كل جديد. عايزه اقول لكم ان النيش اللي انا حالا وريته لكم كان عمو مصطفى عامل لي ليه 3 ارفف بس. عايزه اقول لكم ال3 ارفف قلت له ما ينفعش يا عمو مصطفى، المفروض انت واخد لي النيش بطول الحيطه كلها، اقل حاجه تعمل لي كمان رفين. فبصراحه قال لي طيب هعمل لك رفين كمان وكده. زي ما انتم شايفين برضو في نفس الفيديو، حبيت ان الواد ريان امبارح قال لي يا ماما انا نفسي اكل كوبيبه. قلت له خلاص يا ريان غالي والطلب رخيص. اتصلت بجنى، قلت لها يا جنى وانت جايه، كنت انا بصراحه يا جماعه عندي شويه رز، كنت انا غاسله رز وحطيته على حته قماشه كده ونشفته، وبعد كده طحنته في المطحنه، وبعد كده عبيته في كيس. قلت وقت ما اجي اعمل كوبيبه هبقى اعمله مش معظم الناس دلوقتي بتعمل كفته الرز بالدقيق اللي هو بتاع الرز. بتجيبوا الرز بيغسلوه وبينشفوه بعد كده بيطحنوه. ده اللي انا عملته بصراحه. فالمهم كنت عاملاه في متغمره على اساس ان انا عندي جمبري، وكان نفسي ان انا اعمل كوبيبه جمبري. فطبعا ما كنتش عملت، فقلت لجنى بقى بما اني يا جنى الحاجه جاهزه هنا وعندي الكبه وكده، قلت لها هاتي لي ب5 جنيه خضار. جابت لي بصراحه 3 ربط خضار من عندنا من متغمره وهي جايه، جابت لي ربطتين بقدونس وربطه شبت. المهم خدت ربطه بقدونس وربطه شبت وقطعت بصلايه زي ما انتم شايفين، وحطيت يجي 4-5 فصوص من الثوم. عايزه اقول لكم احلى كوبيبه عملتها. الكوبيبه ديت انا بعد ما انا فرمت اللحمه مع الكوبيبه مع الرز، قلت طب انا هعمل معاها نزلت اشتريت فرخه. بصراحه هنا عايزه اقول لكم ان الحاجه هنا لما بيجوا يدوكوا الفراخ بيدوها لنا بطريقه حلوه قوي. بيحطوا لنا الفراخ بيغسلوها غسله حلوه وبيحطوها لي في طبق فل، وبيقول لك مثلا اقطع لك الفرخه ولا اديها لك سليمه. فانا بقول له اقطعها واديها لي سليمه. المهم بصراحه قلت له اقطع لي الفرخه، على اساس ان انا كنت هاخد صدر من الفرخه اخليه واغسله غسله حلوه واحطه مع اللحمه واعمله كبيبه. خليكم معايا بس وشوفوا طريقه الكبيبه ديت. اول مره في حياتي احط لحمه مع فراخ في الكبيبه، تمام. المهم يا جماعه، فعايزه اقول لكم بقى حطيت لي الفرخه بطريقه حلوه، بطريقه اللي هو طبق فل كده، وحطيت لي ليمون انا حالا هجيب الفرخه معاكم وهتشوفوها هتعجبكم شكلها. المهم عايزه اقول لكم الكبه هنا بقى ديت، الكبه دي كنت جايباها من براون. عايزه اقول لكم مش عارفه ما ارتحتلهاش، رغم ان انا عندي اختها في متغمر. وبقول لكم حماره شغل، بس بالصلاه على النبي اقسم بالله جميله وشغاله معايا 10/10. سبحان الله. مش عارفه الكبه دي انا ما ارتحتلهاش. هنا بقى كانت جنى بقول لها يا جنى انت جبت لي انا كنت قايله لجنى هاتي لي كيس لحمه واحد بس، لقيتها جايبه لي كيسين. قلت لها طب بقول لك يا جنى خلاص هنعمل الكيسين وجبت كمان عليهم صدر فرخه بقى. بصوا عايزه اقول لكم الكوبيبه كانت تحفه. بالصلاه على النبي، صلوا على النبي يا جماعه. واللي وصل معايا الفيديو لهنا حطوا اللايك وعايزاكم بقى توصلوا لي الفيديوهات بتاعتي بقى. بصوا انتوا شجعتوني ان انا اعمل معاكم فيديوهات روتين بعد ما انا بقالي فتره ما كنتش بقدر اعمل معاكم روتين، تمام. عايزه اقول لكم اللهم صل على النبي، طبعا ما كانش ينفع ان احنا ننقل الحوض خالص
عشان ننقل الحوض كان لازم نجيب ناس. السباك لازم يجيب حبل ويطلع من فوق خالص، من فوق العمارة، وينزل بسلبة ومواويع كده. بصوا المهم احنا قصرنا الموضوع والحمد لله. بس كل ما اخرج من حاجه الاقي حاجه، كل ما اخرج من حاجه الاقي حاجه. المهم هنا زي ما انتم شايفين طحنت الثوم مع البصل مع اللحمه مع الخضار، وحطيت شويه كربوناتو مع شويه ملح مع شويه كمون، وكله بقى طحنته في بعضه كده زي ما انتم شايفين. وبيني وبينكم لقيت اللحمه كتير، قلت لجانا بقول لك ايه يا جانا اغسلي لي كمان يجي ربع كيلو رز كده، لان انتوا عارفين ان انا كنت طحنه الكوبيبه ما بتبقاش كوبيبه غير ما بيكون فيها رز محبب. الكوبيبه بتبقى كوبيبه لما بيكون فيها رز محبب يعني مصحح. فانتوا عارفين ان انا كنت طحنه الرز، تحسوا ان هو كنت طحنه عامل زي اللهم صل على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، عامل زي الدقيق. فانا ما بحبش الكوبيبه تبقى كده بصراحه، بحبها تكون محببه كده. هنا برضو جانا والله العظيم الكبه دي طلعت عينينا. عايزه اقول لكم الحاجه اللي هي على المطبخ دي حاجه السباك. لسه السباك هيجي يكمل لي في حاجات في الشقه لسه هتتكمل في السباكه، وربنا بقى يكملها علينا بستر. عشان بصراحه والله العظيم بصوا الشقه ديت انا قلت لكم ان انا مش همشي منها خالص غير اما اكون فرشاها. فان شاء الله ممكن اما انزل متغمر اليومين الجايين هنزل عشان اجيب الحاجه، اجيب التلاجة واجيب الديب فريزر واجيب الانتريه واوض النوم والحاجات اللي انا محتاجاها في الشقه. لكن مش هنزل ان انا راح اقعد في متغمر، لا هنزل الم حاجتي اللي انا محتاجاها. مش هجيب اي حاجه من القديمه عشان بس محدش يفتكر ان انا هجيب حاجات من القديمه، لا هجيب الحاجات اللي انا هجيبها كلها جديده. المهم زي ما انتم شايفين كده كان مازن مش عارفه بيجيب حاجات الستاير، ولقيته داخل عليا وجايب لي الحامل اللي انتوا شايفينه ده. دخل عليا بيقول لي هجيب لك حامل جميل ب 250 جنيه من اللي بيلزق. انا جايباه علشان لما باجي افتح لايفات في العربيه ما بعرفش افتح بصراحه. كان عندي حامل زيه بس مش عارفه كسروه. المهم فهنا مازن كان بيقول لي ايه الحامل ب 250، لقيت احمد بيضحك من ورا الكاميرا وبيقول لي يا ماما بيضحك عليك ده الحامل ب 270. قلت له شفت يعني ابوك اصلا من النوع اللي بيحب مازن من النوع اللي بيحب انتوا عارفين الستات كلها ولا انا بس لوحدي اللي كده يا جماعه؟ لا والله مش انا لوحدي اللي يعني جوزي يجيب حاجه غاليه واتخانق معاه، كلكم كده يعني. المهم لو وصلتوا معايا هنا بقى بصوا البصه دي. احمد بقى سخني على ابوه قال لي يا ماما طب بابا جايب الحامل، بص حاطط له ايده في جنابي بصوا في الكوبيبه. قلت له تعالى قول لي ابوك عمل ايه. قعد بقى يحكي لي بقى. بصوا احمد بقى الصندوق الاسود بتاع مازن. المهم يا جماعه لو وصلتوا معايا الفيديو لهنا حطوا اللايك وقولوا الريان انت عسل يا ريان، عشان اعرف ان انتوا وصلتوا معايا الفيديو لهنا وعجبكم الفيديو. تمام. بصوا انا كنت هنزل لكم الفيديو ده بالصوت بتاعه، بس بيني وبينكم كان مازن فاتح القران والراجل بتاع اللي هو بيعمل البتاع كان مشغل الشنيور، وبصوا في صداع. فعشان كده قلت والله لو مركبه صوت. بصوا بقى هنا زي ما انتم شايفين كان بتاع الستاير جاي، هو اصل خلاص ستاير البلكونه وخد القماشه وقال لي المتر بتاع الستاير اللي هو اللي بره مصنع عشان يفصله لي ويفصله لي يعني. قال لي 25 في المتر، هياخد 25 جنيه في كل متر في البلكونه اللي هي القماشه يعني مصنعيه. فالمهم كل القماشه كلها في البلكونتين هياخد يعتبر 1000 جنيه في البلكونتين. تمام. لان احنا حسبنا البلكونتين لانهم 700 جنيه و300 جنيه بقى عشان اللي هيجي يكسر في البلكونه ويركب كده يعني، فكده هيكلف 1000 جنيه. اما بقى بموضوع ان انا اركب الستاير في الشقه، انا كده كنت عماله بقول له فهمني الدنيا هتبقى ماشيه ازاي وهتحسب لي الحسبه ازاي وهختار القماشه ازاي. قال لي بصي قال لي انا هقيس لك. هو دلوقتي بيقيس له اهو، بس انا لسه ما روحتش عندهم المحل واخترت القماشه. هو قال لي احنا بنشتغل بقماشه قطيفه. تمام. دلوقتي العيشه بتدن علينا، الله اكبر الله اعظم الدوام لله. عايزه اقول لكم يا رب يكرمكم ويوسع رزقكم ويبارك لكم في عيالكم وفي صحتكم وفي عافيتكم. هنا يا جماعه كنت بوريكم شكل الفرخه جايه لي عامله ازاي بالصلاه على النبي. شايفين شكل الفرخه عامله ازاي؟ شايفين الفرخه جايه متقطع عليها بقدونس وليمون. الله اكبر الله اعظم. ربنا يشفي كل مريض وينصر اهل فلسطين وغزه يا رب واهل السودان.
ويفك كربهم يا رب بحق حبيبك النبي محمد عليه افضل الصلاه والسلام. بصوا هنا كنت بخلي صدر الفرخه، هغسله واطحنه. بالصلاه على النبي، صلوا على النبي يا حبايب قلب عليها افضل الصلاه والسلام. عايزه اقول لكم ان انا من ساعه ما جيت شقه القاهره حاسه ان نفسيا مرتاحه وهاديه. بعد ما حطيت الكوبيبه قمت شايلها تاني. لا ولا قوه الا بالله العلي العظيم. بشتكي لكم من الكبه. شايفين يا جماعه صدر الفرخه خلى الكوبيبه عامله ازاي معايا؟ بصوا الكوبيبه كنت بوريها لكم. والله العظيم الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة وصل اللهم مقاما محمود الذي وعدتك انك لا تخلف الميعاد. عايزه اقول لكم يا جماعه انا كنت بحمر عملت شفتوا الاطباق الجديده، شكلها حلو ازاي. عايزه اقول لكم كمان ان انا كنت بعمل مازن طلب مني اول مره يطلب مني بيض بالكوبيبه، يعني كوبيبه كده بالبيض. ماشي. هنا بقى السباك زي ما انتم شايفين، هو مازال دلوقتي لسه السباك موجود عمال يعني، ولقيت حته سيراميكايه. ميزه بقى ان انا عندي لسه سيراميك، ان السيراميكايه موجوده، يعني الحته دي مش هتبقى مرقعه كده، لا في حته سيراميكايه لقيتها وهيلحمها لي ويحطها لي. المهم بقى لو وصلتوا معايا الفيديو لهنا بالله عليكم ما تنسوش اللايكات، وربنا يبارك لكم يا رب ويخليكم ليا وما يحرمني منكم ابدا. مع الف سلامه، السلام عليكم.